السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نبدأ كلامنا نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. عملنا بقى إيه؟ عجينة خلية النحل يا جماعة. أنا عاملة بيها فيديو وخلصت الحمد لله. كده إيه هنا إيه بقطعها. تمام تمام. هي ما خدتش ساعة خمر والله يا جماعة، يا دوبك على ما نضفت المطبخ حواليا. العجينة ما شاء الله خمرت على طول يعني. وبحشيها إيه قشطة، عايزة تحشي جبنة احشي، مفيش مشاكل، عادي يعني. والقشطة كمان بتخلي لها ايه طعم جميل. هي كده ايه مش هتحتاج خمر تاني، احنا ايه دوبك هنحطها. ادهنها ايه بالحليب الاول، هولع عليها، اولع الفرن. وعلى ما ادهن الحليب ومش عارفه ايه تكون ايه. ايه صينيه حتى معاكم كده. نولع ايه بقى الفرن يسخن، وبعدين ايه نكمل. الخميره في الحر ما بتغ... العجين ما بيقعدش كتير في الحر يا جماعه. بتخمر على طول. نعمل ايه بس ايه حتى الصينيه دي معاكم بس نوريكم ايه الطريقه. تمام تمام. ما بتاخدش وقت في تقطيعها وسهله. القشطة ايه دي قشطة الشركات يا جماعة، عايزين تعملوها بوش الحليب اللي بتحوشوه تعملوا بيها قشطة اعملوا. ما بتاخدش وقت ولا اي حاجة. انا عاملة ايه كيلو دقيق. نعمل بقى ايه الصينية بتاعتنا، نولع الفرن. مقاديرها سهلة يا جماعة. الكيلو بياخد 2 كوبايتين حليب ويعني ونص كوباية مية، بالكتير كوباية الا ربع. عشان ايه المية برضو بتدي نعومة للعجينة.
نعملها بقى ايه، نولع الفرن بتاعنا. نعمل بقى دي ونفصل بقى ايه، ونكمل بقى ايه دي عشان ما نطولش عليكم، وبقى ايه الفيديو خفيف خفيف كده. هنفصل بقى.